منورنا يا كابتن كريم. والله يا مينا يعني انا مبسوط ان احنا اخيرا عملنا حاجه مع بعض. الحمد لله. عامه انا كنت عايز ابدا ان اعرف مين كابتن كريم عمرو، بس هسكيب الحته دي عشان غالبا مفيش حد هيشوفنا يبقى مش عارف مين كابتن كريم عمرو. فانا مش هعرف من وجهه نظري، انا عايزك تقول لي انت باختصار كده مين كريم عمرو للناس اللي ما تعرفوش، والحاجات اللي ما يعرفوهاش عنه غير اللي احنا عارفينه وبنشوفه على السوشيال ميديا. ماشي، هو السؤال جنرال قوي بس انا هحاول اتكلم على حاجات جنرال وممكن نخش على حاجه سبيسيفيك كل شويه. بالظبط كده. يعني كريم عمرو عندي 27 سنه، متخرج من طب اسنان، فكست طب اسنان وبقيت بعمل حاجه اللي انا بحبها اللي هو الفيتنس وموضوع الاونلاين كوتشنج والكلام ده، والحمد لله بدا يكبر واحده واحده. فاختصارا سريعا ده كريم عمرو يعني، فاهم؟ تمام. طيب عايزين نعرف نقطة، يعني الناس حابة تعرفها أكتر، إيه نقطة التحول في حياة كريم من إن واحد بيروح الجيم يتمرن عادي ويشيل حديد لكابتن كريم اللي الناس كلها عارفاه دلوقتي؟ فين نقطة التحول في حياتك؟ بص، هو كان في دايما نقطتين تحول، في واحده اللي هو اللي معظم الناس عارفينها ان انا كان زي اي حد عموما كنت مقلبص ومليان والكلام ده عشان قاعد في السعوديه، وانا كان اصلا نفسي ايام زمان اطلع لعيب كوره، بس انت لما بتروح هناك موضوع انك تلعب كوره في فريق لحد ما صعبه شويه، فانا ساعتها ما كنتش بلعب اي رياضه، فما كانش قدامي اي اوبشن وانا هناك غير الجيم. من هنا بقى بدات الجيرني بتاعت الويت لوس والفيتنس والكلام ده، لان انا كنت شخص مليان ومقلبص جامد، فبدات ان انا عايز اغير شكل جسمي وحياتي للاحسن عموما يعني، فاهم؟ فدي كانت بدايتي في الايه، في موضوع الجيم. مظبوط. طيب نقطة التحول بقى من ان احنا ما نعرفش مين كابتن كريم لان الناس كلها عارفة مين كابتن كريم. والله هو يعني هو انا اصلا تقريبا بقالي حوالي 5-6 سنين، بس هو البومينج بدا يحصل لما السوشيال ميديا عموما بدات تكبر وبدات تصرف على الادز والماركتينج اكتر حاجه، فمن هنا بدات اتعرف واحده واحده على السوشيال ميديا. تمام. طيب جميل. عايزين بقى نعرف ازاي الناس اللي بادئه في اي مجال في حياتها في الفيتنس او في غيره تعمل ماركتينج لنفسها عشان تزود السيلز بتاعتها. السكيل دي كابتن كريم اتعلمها وبقى هي دي يعتبر اللي مميزاه في الكارير كله. الناس تقول لها نصيحه في الحته دي ازاي عشان تعمل كده لنفسها؟ والله يعني هو اهم حاجه عموما في اي بزنس الماركتينج، فاهم؟ والكلام ده انا بقوله دايما، اول حاجه يو نيد تو جيت اتنشن، لازم مبدئيا الناس كلها تعرف ان انت موجود على كوكب الارض، لان مهما كان البرودكت او السيرفيس اللي انت بتعملها بتكون مميزه وفعلا هتدي فاليو للناس والبرايسز بتاعتك تحفه وارخص من اي حد، الكلام ده حرفيا ملوش اي لازمه لو محدش يعرف ان انت موجود على كوكب الارض. صح. فرقم واحد يو نيد تو جيت اتنشن. رقم اتنين ان انت تجيت اتنشن حلو، لان هو في اتنشن بيحصل بيكون شكل اللي بيعمله اهبل عشان عايز اتنشن، بس مش هو ده نوع الاتنشن اللي احنا عايزينه. احنا عايزين اتنشن بحاجه بتدي فاليو للناس. فلازم تاني حاجه ان انت تجيت جود اتنشن، فاهم؟ واخيرا بقى ان انت ازاي تعرف تحول الماركتنج اللي انت بتعمله والصرف اللي انت بتصرفه على السوشيال ميديا لفلوس، ان انت تبدا تبيع البرودكت او السيرفيس اللي انت بتعملها للناس بطريقتك وتحاول تكون يونيك ومختلف عن الناس اللي ايه التانيين. معظم الناس بيغلطوا الغلطه ان هو كله بيقلد، وده طبعا مش بيكون احسن حاجه. فالموضوع ببساطه ان انت تكون شخصيتك انت، وشخصيتك انت دي في ناس كتير هتحبها وشكلك طبيعي وبتعامل بطبيعتك، احسن ما انت تكون شخص فيك والناس كلها ممكن تعجب ناس كتير بس هي مش هي دي شخصيتك. وفي ناس كتير انا نفسي اصلا بقابلها على السوشيال ميديا بتكون على الانستجرام حاجه في الحقيقه حاجه وتيجي تتكلم معاها على الحقيقه بتلاقيهم مختلفين خالص. فنصيحتي ان انت تحاول تتعامل بطبيعتك على قد ما تقدر، وفي ناس كتير هتحبك وفي ناس كتير هتشتري منك وفي ناس كتير مش هتحبك، وده طبيعي يعني. هو ايه، مش هينفع الناس كلها تحبك اكيد، دايما هيكون في شويه كده وشويه كده. اخيرا بقى لازم تكونفرت الكلام ده لسيلز وفلوس، لان انت لو بتعمل ماركتنج جامد وبتصرف جامد ومفيش سيلز معنى كده ان هو البيزنس ده هيقع، فاهم؟ فلازم تعرف ان انت تكونفرت الماركتنج اللي بيجي لك لسيلز فيجي لك فلوس، فعلشان تعرف تكمل. جميل. طب عندك حاجه معينه يتجهوا ليها يتعلموا الحاجات دي، ولا انت اكتسبتها من الوقت والخبره في الموضوع؟ بص يعني انا بصراحه رايي ان انت تحاول تعلم الماركتنج لنفسك، لان هو في ناس كتير بتتظبط مع شركات ماركتنج والموضوع بيكون حلو بس مش احسن حاجه، لان انت مربوط بحد. انا من دي 1 انا اللي بعمل كل حاجه لنفسي، سواء بقى ماركتنج سواء ادز سواء كونتنت سكريبت رايتنج، الكلام ده كله انا اللي بعمله. فالسكيل دي بقت موجوده عندي، فبقيت انا اتحولت لماركتنج وبروموشن ماشين وانا مش واخد بالي، فاهم؟ زي اي حاجه عموما انت سكيل بتتعلمها. فانت في الماركتنج عندك 3 حاجات ممكن تركز عليهم. اول حاجه الكونتنت بتاعك، محتاج تبدا تنزل كونتنت في الحاجه اللي انت عايز تتكلم فيها تدي فاليو للناس. يعني انا عايز اقول لك في ناس كتير لسه منزل ستوري من كام يوم ان هو واحد نزل تقريبا حوالي 45 كيلو وهو بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي بس. ايوه.
فالناس بيكون عندها فضول، لو انا بتفرج على الكونتنت ده فور فري وشايف كميه فاليو مرعبه وبدات اعمل الكلام ده وبدا فعلا يفرق في حياتي، ما بالك بقى لما انا اشترك وادفع له، فبالتالي هيكون في ريزلتس احسن. فاهم حاجه لازم تعتمد على الكونتنت بتاعك. رقم 2 عندنا في الماركتنج ان انت ممكن تبدا تصرف ادز على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك وعلى الانستجرام. وانا بصراحه شايف ان هي دي من اقوى الحاجات اللي فرقت في البيزنس بتاعي. ودايما في نوعين من الادز، في ادز هتجيلك منها كلاينتس وهيجيلك منها سيلز، وفي ادز بقى تانية سواء اللي انت عايز تعلي الريتش وتعلي الفيوز وتعلي اللايكس والكلام ده، اكسبوجر يعني كده. اكسبوجر. فانا بصراحه في الاول كنت مركز ان انا عايز سيلز وعايز فلوس علشان ايه اعرف اكمل. فرقم حاجه الادز، وثالث حاجه ممكن تعمل انفلونسرز ماركتنج، ان انت تماركت للسيرفيس او البرودكت بتاعك عند انفلونسرز كده عندهم اكسبوجر وبيثقوا في رايهم، فهو لما يعمل لك ريكومنديشن ويخش على البروفايل عندك يلاقي ان هو فعلا الدنيا حلوه هيشتري منك. وبرده مهم ان انت تكون مظبط البروفايل بتاعك، لان هو الكلام ده بيجي لي كل يوم، يا كريم انا بعمل ادز وبعمل انفلونسرز ماركتنج، بس هي الفكره كلها ان انت البروفايل بتاعك فاضي، زي كانك انت شفت الاعلان شدك وكل حاجه، دخلت على البروفايل لقيت ان هو البروفايل فاضي. بعكس لما بروفايل يكون مليان كونتنت ومليان ريزلتس ومليان فيدباكس حلوه، فده نسبته ان هو يجي لك سيلز منه هتكون اكبر بكتير من بروفايل فاضي. فطبعا لازم انت تكون مظبط البروفايل، لان هو ده البيز او الكور هيبني عليه كل حاجه بعد كده قدام. مظبوط، كلام بفلوس يا جماعه، يعني لازم الكلام ده والله الناس تاخده كده تسجله وتسمعه كل يوم ده كلام بفلوس. طيب عندنا سكيل تانية انا شايف ان انت من احسن الناس فيها، وهي ان انت بتتحمل البريشر بتاع الشغل. فالناس اللي برضو عندها الحته دي في الشغل بتاعها الضغط بدا يزيد عليها، نصيحه مين منهم؟ ان انت من اكتر الناس اللي بتتعرض في البريشر خلال اليوم، خصوصا ان انت ماسك زي ما انت قلت لنا شغلك A to Z، شغلك كله انت اللي ماسكه. ما هي الفكره كلها ان انت عموما لو عايز تكبر في اي حاجه هيكون عليها بريشر. دي حاجه انا اتعلمتها من ايام زمان. لو انت عايز فلوس اكتر معنى كده ان انت محتاج تمرن كلاينتس اكتر، معنى كده ان هو هيكون في بريشر عليك اكتر، فاهم؟ فانا اتعودت ان هو عموما الجروث او لو انت عايز تكبر في اي حاجه انك لازم تخرج نفسك بره الكومفورت زون اللي انت فيه. لان هو لو كلنا مشينا ورا الكومفورت زون والحاجات اللي احنا بنحبها، كلنا بنحب الاكل وكلنا بنكسل وكلنا عايزين نخرج، هتلاقي ان هو الكومفورت زون ده حرفيا مش هيديك لاي حاجه انت عايز توصل لها في حياتك حلوه. وان انت لو عايز تتطور او تكبر في اي مجال مهما كان المجال اللي انت فيه، لازم تخرج بره الكومفورت زون ولازم تعرف تتعامل مع البريشر. واللي انا اتعلمته في حياتي ان هو البريشر دي حاجه حلوه، لان انا اللي بحط نفسي فيها باختياري. وده الفرق ما بين الاسترس والبريشر. الاسترس ان انت ده موقف انت مش عارف او انت مش عايز تتعامل معاه، بعكس البريشر انت اللي بتحط لنفسك علشان انت عايز توصل لليفل معين. فانا عموما اتعودت ان انا احب البريشر، وانا هو ده سبب اللي خلاني اكبر عموما. يعني انا كنت في مرحله ان انا كنت داخل في الكومفورت زون والموضوع ما كانش عاجبني قوي، فقررت ان انا عايز احط بريشر على نفسي. البريشر ده خلاني فعلا ماشين شغل وبقى بيطور كل حاجه في جوانب حياتي. فانا بقيت بدور على البريشر فين واروح له، بعكس ناس كتير بتفكر ان هي الكومفورت زون فين وتروح له. الكومفورت زون مش هيخليك تتطور في اي حاجه عموما في حياتك. انا عايز اضيف حاجه، احنا مش هنحرق الموضوع بس انا عارف البريشر ده كويس. البريشر دي ففعلا يعني انت تحط نفسك في حاجه تقدرك تشتغل، دي من احسن الوسائل اللي تخلي الواحد يجيب اخره ويعني يشتغل ماكسيمم كاباسيتي يعني. الله ينور عليك بالظبط. طيب عايزين نقول ايه احسن لحظه او احسن لحظه نجاح في حياه كريم عمرو؟ بص، هي الفكره كلها ان هو عموما النجاح مش بيجي لحظه واحده، يعني هو بتكون لحظات كلها متراكمه على مدار فتره طويله، على مدار مثلا حاجات كتير انت مريت بيها وانت فعلا كنت داون. وهو هنا يعني دي ميزه الفشل، ان انت لما عمرك ما هتعرف تدوق حلاوه النجاح غير لما تكون حاولت في حاجه مره واتنين وفشلت فيها كتير، فبالتالي لما توصل لها في يوم من الايام انت هتحس الاحساس ده. فهو لحظة واحدة ما كانتش موجودة، بس هي بتكون لحظات بتتعمل على مدار وقت طويل، مثلا حاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا، الكلام ده بيدي بقى الباكج كاملة. لكن لحظة واحدة معينة ولا حتى لحظة سعادة او حاجة حسيت ان انا وصلت لحتة او ساتسفايد كده، يعني هو دينا لحظة او دينا شيفتنج بين حاجة وحاجة مثلا بوصل لها. مثلا لو انا بدأت مثلا خلاص انا بقى عندي بيزنس كامل متكامل، واللي هو بقيت مثلا فكست الطب اسنان، انا بصراحه في الاخر ما كنتش بحبها قوي. ففكره ان انا يكون عندي بيزنس بتاعي وبشتغل لوحدي وليا وما بشتغلش عند حد، ده كان مثلا لحظه من لحظات النجاح. ان انا مثلا يكون عندي انكم ثابت وعمال يزيد، ده برضو حلو.
ان انا مثلا شغلي عمال يكبر وعمال سكيل وورلد وايد، وبمشي في الشارع بيكون عندي كلاينتس انا كل يوم حرفيا لما بقابل حد انا بمرنه، الموضوع ده بيديني فرحه بطريقه مرعبه. أكيد. اي كلاينت بيديني فيدباك حلوه ده برضو بيبسطني، بعمل ريزلتس حلوه مع كلاينت الكلام ده برضو بيبسطني، بعمل حاجه في حياتي عموما بتطور في كل حاجه بتبسطني. فهو ايه، حاجات متراكمه كولكشن ايموشنز كده. ايوه بالظبط، بيجي على مدار وقت. جميل. طيب هناخد عكس السؤال تماما. ايه اكتر لحظه انت اكيد عديت بداونز مهما كان، برضو عشان الناس فاكره ان يعني الشخص اللي وصل لحاجه معينه ما بيعديش بداونز، لا كلنا في ابس وداونز في حياتنا، انت اكيد عارف حاجه زي كده وعديت بيها. الداونز اكتر لحظه حسيت فيها ان انت داون بس ما كملتش فيها، لان اكيد طبعا لو كنت كملت فيها ما كناش هنشوفك في الليفل اللي انت وصلت له ده ما شاء الله. فايه اللحظه الداون اللي انت حسيت فيها ان انت تقيل عليك؟ والله يعني هو كان في فترات كتير داون في حياتي، بس تقريبا دي اكتر لحظه وتقريبا الكلام ده انا اول مره اقوله على السوشيال ميديا ومحدش يعرف عنه حاجه، فده سؤال حلو بصراحه. كانت مش فاكر سنه 2018 لما عملت الحادثه مع عمر فهم الله يرحمه. والناس اللي ما تعرفش واول مره تسمع الكلام ده، عشان عمري بصراحه قلته على اي بلاتفورم من السوشيال ميديا، ان انا كان عندي صاحب عمري انتيمي عمر فهمي، ده احنا كنا متربيين مع بعض وبنتمرن مع بعض وبنشتغل في الاشرنج والايفنت سوا وبنروح الجامعه نصلي ونعتكف مع بعض. وجينا فتره سافرنا وعملنا حادثه، وكان هو كنت انا اللي سايق، وهو للاسف الشديد اتوفى. في احساس بالذنب بطريقه مرعبه ان هو انت كنت سايق، مع ان هو طبعا الكلام ده كله قضاء وقدر ربنا وانا مؤمن بيه كلنا مؤمنين بيه، بس مهما كان بيكون عندك احساس من الذنب. وحرفيا الفتره دي في حياتي انا خسرت كل حاجه، بمعنى كل حاجه. يعني هو دايما بفتكر ايه ان هو فيما معناه ان هو ربنا هيعوضك، لان انت رضيت في وقت صعب. كان صعب انك ترضى بيه. كانت كلمه الحمد لله انا بقولها بس بتطلع بصعوبه كامله. خسرت صاحبي وانتيم عمري، واحساسي ان انا كنت سايق ده كان مدمرني انا شخصيا. وقعدت فتره كبيره عقبال لما اعدي المرحله دي. عربيه توتال لوس، كان تقريبا اول مره في حياتي نروح ايفنت اشرنج ويقبضونا السالري بتاعنا في اخر اليوم، الفلوس اتسرقت. كنت انا بسافر الساحل، بكون مثلا بسافر بقعد 3 شهور شغل هناك، فواخد الدولاب والسبلمنتس وحاجتي كلها. انا حرفيا رجعت من السفريه دي ملط. اوكي. صاحبي توفى، معيش لبس، حتى الدولاب بتاعي فاضي، فلوسي اتسرقت، العربيه كانت مش بتاعتي كمان وكانت توتال لوس. فانا الفتره دي حرفيا يعني انا مش عارف ازاي انا خرجت منها، ودول ان انا كنت بصلي وكان عندي ايمان بربنا. ربنا اكيد بيقدر يعمل اي حاجه. فضلت احلم بالحادثه دي لمده 3 شهور كاملين، كل يوم بصحى بصوت، كأن الموقف كل يوم عمال يتعاد ونفس السيناريو بالظبط. عايز اقول لكم يعني في مره كنت انا نايم نومه وصحيت حلمت بالحادثه، وانت لما بتحلم بالكابوس فاهم بيكون الموضوع حقيقي. صحيت قعدت اصوت صويت لدرجه ان هو يوسف اخويا كان نايم في السرير الجنبي ايام لما كان قاعد معايا في الاوضه، هو صحي مخضوض لدرجه ان احنا اليوم ده اتخانينا مع بعض. يعني هو من كتر الخضه وانا اتخضيته، وانا الموضوع مش بايدي، انا صحيت عمال اصوت صويت بطريقه مرعبه، كنت مسمع العماره كلها تقريبا، ابويا امي صحي والكلام ده. فهو دي تقريبا كان من اصعب اللحظات في حياتي، وحسيت فعلا ان انا ايه، خسرت كل حاجه. والموضوع الفتره دي كان صعب عليا جدا، ودايما بفتكر الايه ان هو ربنا هيعوضك لان انت رضيت في وقت. موضوع الرضا كان صعب عليك جدا. انا كنت دايما زي ما بيحصل حاجه وحشه لاي حد بقعد اقول ليه ويا رب ومش عارف ايه والكلام ده، وكنت بقول الحمد لله بس بتطلع تقيله يعني. فدي تقريبا من اوحش اللحظات والسنين اللي انا مريت بيها في حياتي كلها. احنا من ساعه الزعل ده، لما انا كميه الحزن اللي انا زعلتها على عمر فهم الله يرحمه، حرفيا بقى اي موقف يحصل ما بقاش فارق معايا وما بقتش بزعل عليه بربع جنيه نهائي. كأن هو في حته من قلبي كده ماتت، وعشان كده اي موقف بيحصل لي بقى هو عادي. اللي هو انا زعلت زعل وحزنت حزن، ما اعتقدش ان هو يعني ربنا ما يروني في اي حد تاني، بس اللي هو من ساعتها ما بقاش يفرق معايا اي حاجه. ومهما كان المشكله او اللحظه اللي انت فيها، صدقني في واحد تاني مر بلحظه انت لو سمعتها هتقول الحمد لله على كل حاجه عموما في حياتك. قبل ما اجي البودكاست دي كان في 2 صحابي، هو مونتي كلمني وكان هنصور، فانا قلت لك ان انا في المستشفى بايت مع اصحابي. 2 صحابي بيعدوا الشارع، واحد بياخد غرزه راح مطيرهم هما الاتنين، مستقبلهم تقريبا يعني على الحروكرك، وانت حصل لك مشكله. وانا كنت بايت معاهم في المستشفى، وانا لو كان عندي مشاكل انا حرفيا دخلت المستشفى وشفت المنظر ده قلت الحمد لله مليون الف مره على اللي احنا فيه.
وانت لما بتقعد في مستشفى الفايبس هناك اصلا عارف. والناس كلها بتصوت والناس كلها بتصرخ. فمهما كان الفتره اللي انت شايفها داون بالنسبه لك، في واحد تاني نفسه يعيش الداون اللي انت فيها دي. ده موقف علمني ان هو لا، ما فيش اي حاجه تستاهل ان انا ازعل عليها اصلا يعني بصراحه. كان في جمله كده سمعتها في بودكاست اجنبي بتقول لك ايه، لو انت اتعرض قدامك سله كبيره وكل واحد رمى اوحش حاجه عنده في حياته، وشفت حاجات الناس الوحشه التانية، هتاخد حاجتك وتقول الحمد لله وانا وافق بحاجتي حلوها بوحشها، وعمرك ما تبص على حد تاني. دي حاجه صح جدا، وهي الفكره كلها ان هو محدش يعرف يشيل شيله التاني. ممكن انا استحملت موقف لو انت جيت مكاني هتتدمر فيه، ونفس الكلام انت مريت بموقف لو انا جيت مكانك انا مش هعرف استحمله. وعشان كده هو دايما ربنا بيحط الابتلاء على قد ما الشخص قادر يستحمل. صح. والابتلاء يعني دي ساعات بتكون اوقات حلوه، يعني هو ربنا بيبتليك علشان هو بيحبك. بينشف البني ادم ان هو يقف يستحمل بعد كده اللي جاي. بالظبط، وبيفوقك لو انت كنت بتعمل اي حاجه غلط اي حاجه حرام، فالابتلاء بيفوقك. يعني هو بيقول لك اصلا الناس فعلا اللي هي بتكون متبهدله ان هو حياتهم كلها وحشه وربنا مش راضي يبتليهم ومعيشهم في الوهم اللي هم فيه. فالابتلاء انا اتعلمت برضو ان هو حاجه حلوه. احنا مبسوطين اولا ان انت اول مره تتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده ما حدش سالني فيه، واول مره اتكلم فيه فعلا يعني وانا اعتقد ان انت لما خرجت حاجه بقالك كتير ما تتكلمش فيها دي اكيد هتساعدك انت برضو، وزي ما احنا استفدنا ان الناس استفادت ان عرفت النقط الصعبه اللي في حياه الشخص اللي بيشوفوه، مش بيشوفوا الجانب المضيء بس. لازم يعرفوا الداونز زي ما بيشوفوا كل حاجه حلوه انت بتقدمها او بتحاول انت تظهر بالبوزيتيفيتي دايما بتوريها لنا يعني. لا هو دايما في داونز في اي حاجه اكيد يعني. اكيد. طيب لو هنقول السكسس بالنسبه لكابتن كريم ايه تعريفه، ايه بالنسبه لك؟ والله هو السكسس حاجات كتير قوي بالنسبه لي. يعني لو هنتكلم خلي بالك ان هو السكسس في الحياه عموما حاجه، والسكسس في البيزنس حاجه تانية. يعني هو لو هنتكلم في الحياه ان احنا كلنا بندور على الهابينس وعلى السعاده عموما، فاهم؟ لو هنيجي نتكلم ان هو السكسس في البيزنس، فما يعرفش اي حاجه واحده غير الريفينيو بتاعك كام. يعني هو انت بتقيس ان هو البيزنس ده ناجح بالفلوس اللي انت عملتها في البيزنس. فانا بحس ان هو الاجابه متقسمه لفرعين. لو هنتكلم ان هو سكسس في الحياه حاجه، وسكسس في البيزنس حاجه تانية خالص. تمام. في البيزنس انت عملت فلوس قد ايه؟ زي لو انت بتتفرج على شارك تانك، انت مهما كان المشروع اللي انت بتقوله وهو حلو وهيفرق في حياه الناس وهيدي فاليو، بيسالوا سؤال الريفينيو بتاعك كام؟ عملت كام الشهر اللي فات؟ عملت كام السنه اللي فاتت؟ الجروس بتاعك كام؟ والنت بروفيت بتاعك كام؟ فالسكسس في البيزنس ده حاجه، والسكسس في الحياه دي حاجه تانية خالص. نتكلم على وجهه نظرك في الحياه. في الحياه انا بالنسبه لي ان انت بتدور على الهابينس عموما، وانا اكتشفت ان هو الهابينس دي انت بتوصل لها لما توصل لحاجات انت عموما بتتحدى نفسك فيها. يعني هو متقسم لحاجات كتير، فاهم؟ ان انت تكون بالنسبه لي ان انت تكون علاقتك مع ربنا كويسه، ده اهم حاجه. وده اللي فعلا اللي هو معظم الناس بتدور على حاجات تانية كتير، بس دي الكور بتاع اي حاجه تانية. لو علاقتك مع ربنا كويسه هتلاقي ان هو كل حاجه حلوه بعد كده هيكون عندك الرضا وهتكون مبسوط. يعني هي من الاخر بتكون زي بونص على الحاجات اللي انت عموما عايز توصل لها. انت سعيد فده نجاح، علاقتك مع ربنا كويسه دي اهم حاجه بالنسبه لي، ده بونص. معاك فلوس ده بونص، معاك عربيه وبيت ده بونص، عامل فورمه حلوه ده بونص، شكلك حلو ده بونص. فهو بتكون حاجات كتير متجمعه مع بعض. اهم حاجه ان انت حرفيا تكون راضي بكل حاجه في حياتك. انا ككريم انا مبسوط بكل حاجه انا وصلت لها، وده مؤدي للفولفيلمنت بالنسبه لي. ممكن حياتي دي بالنسبه لحياه تانية لحد تاني ما يكونش هو عايزها ولا هو هتبسطه. فاهم حاجه ان انت تحس ان انت وصلت للفولفيلمنت ليك انت، فاهم؟ انا بالنسبه لي بحب ان هو كل اصحابي يكونوا كويسين، كل اصحابي اهلي قريبين منه كويسين. كان في فتره كنت انا ناجح جدا والحمد لله بعمل فلوس، بس كان صحابي اللي حواليا ما كانوش احسن حاجه، فدايما بحس ان هو في حلقه مفقوده. يعني انت معاك فلوس كتير بس انت عايز تخرج، بس صحابك اللي حواليك كلهم محدش معاه ولا جنيه، فتحس ان انت عايز تتبسط بس في حلقه مفقوده، فاهم؟ الموضوع كمل لما كل اصحابي الحمد لله ربنا بدأ يكرمهم وبدأ كله يكون معاه فلوس وبدأنا كلنا نتبسط كلنا. فهو بالنسبه لي دي حاجه مهمه قوي، ان هو انا مش بقيس ان هو النجاح عليا انا بس، مهم قوي بالنسبه لي ان هو كل الناس اللي حواليا زي ما انا مطمن مع نفسي اكون مطمن عليهم. وانت لو الموضوع ده بيحصل لك هتحس ان هو فعلا السعاده اتضاعفت اضعاف طبعا مرعبه. بعكس لما انت تكون مبسوط لوحدك
حاجة تانية لما يكون انت مبسوط واصحابك كلهم اللي حواليك قريبين مبسوطين، اهلك كلهم مبسوطين، هتحس ان هو السعادة اتضاعفت حرفيا 10 اضعاف. بيقول دي لك حاجة مهمة قوي بالنسبة لي. بيقول لك الريل هابينس في ان انت تشوف اللي حواليك مبسوطين اكتر كمان ما انت تبقى مبسوط، زي ما اللي هو بالجيف اللي انت زي العطاء كده، انت بتشوف الانبساط في اللي قدامك بيزود انبساط الشخص نفسه اضعاف. انا عايز اقول لك يعني دي حاجه مهمه. وهنا كنا مثلا عايز اتكلم على نقطه كنت لسه بتكلم فيها مع صحابي، وتقريبا اول مره اتكلم فيها، ان هو بيقول لك ايه، دايما هتلاقي ان هو بتسمع الناس ان هو بتقول لك يعني ماني كانت باي هابينس. هي الفكره كلها ان هي ماني بتساعد، وجه في يوم من الايام، ودي تقريبا اول حاجه برضو مره اقولها على السوشيال ميديا، كنت انا حاطط تارجت مثلا معين عايز اوصل له الشهر ده، والحمد لله وصلت له. وجيت في يوم انا نويت ما بيني وما بين نفسي ان انا هعمل نيه ان هو الانكم اللي هيجي كله في اليوم ده انا هخرجه تماما لله ومش عايز اخد منه ولا حاجه. ويشاء القدر ان هو اليوم ده اعمل فيه رقم انا تقريبا عمري ما عملته في حياتي. وهنا كان الاختبار الاصعب، اللي هو الفلوس دي كلها هتخرجها ولا الفلوس دي هتدخلها، وتبدا بقى تتكلم مع نفسك لا ده طب ما تخلي جزء وتخرج جزء ومش عارف ايه وبتاع. وانا اليوم ده مش هنساه، وتقريبا كان من احلى الايام في حياتي، وكان معايا مبلغ كبير وانا بروح لواحد فعلا بحس ان هو محتاج، ومش بساعده المساعده اللي هي عموما بديله 10 وبديله 5 جنيه، لا ده انا بساعده ممكن بمبلغ 3 4 5000 جنيه. كميه الفرحه اللي انا شفتها في كذا شخص انا ساعدتهم المساعده دي فعلا فعلا مرعبه. فمهم برضو ان انت تنجح ويكون معاك فلوس، لان انت لو معاك فلوس هتعرف تساعد الناس اللي قريبين منك. كم مره في واحد جه يستلف منك فلوس وانت ما عرفتش تديله عشان انت مش معاك ولا جنيه؟ فانا بدات افكر لا انا محتاج ان انا انجح واشتغل اكتر، لان هو فعلا هعرف اساعد الناس اللي حواليا. بس بتقيس الكلام ده على سكيل اكبر بقى، ان انت عايز تبدا تجيف باك للكوميونتي. اي حد محتاج، ما ينفعش ولا حد من صحابي يكلمني في يوم من الايام محتاج حاجه واكون مقصر معاه. الحاجات دي كلها برضو بتؤدي للسعاده. جميل. انا عايز اضيف حاجه على كلامك. كنت بشوف لسه بودكاست نجيب ساويرس من يومين كده، فكان بيقول هو وهو صغير لما كان بيشوف حد تعبان في حياته كان اهله بيودوه يشوف الناس اللي معهاش فلوس خالص ويعني تحت خط الفقر، كان هدفه انه يعمل فلوس رقم واحد عشان ما يخليش حد محتاج يقدر يعني ما يشوفش حد محتاج وما يقدرش يساعده. فده كان الهدف بتاعه، وده اللي خلى ربنا يكرمه اضعاف اضعاف، لان هو مش لنفسه، هو اللي ليه، وربنا بيخدم بيه ناس كتير جدا. كان في دايما جمله بسمعها ان هو لو انت بدات تقتنع باللي انت بتعمله كفلوس فمعنى كده ان انت شخص اناني وبتفكر في نفسك بس. كلنا جت علينا فتره ان احنا معانا الفلوس اللي مكفيانا احنا، فمعنى كده ان انت شخص اناني. انت لازم تفكر ان انت عايز تعمل اكتر علشان انت بتفكر في الناس اللي حواليك مش بتفكر في نفسك بس. لما انت تيجي تفكر كده هتلاقي ان انت بدات تروح لليفلز مرعبه، وربنا هيكرمك بطريقه مرعبه، لان انت شخص بتفكر في كل الناس اللي حواليك مش بتفكر في نفسك بس. فدايما لازم يكون في طموح. يعني هو دايما بيقول لك يعني امتى ده كفايه، امتى تقول خلاص وامتى تقول ان انت شبعت. انا هقول الكلام ده لما انا احس ان انا مش محتاج حاجه ومش مقصر مع كل الناس اللي حواليا، سواء صحابي اهلي قرايبي المجتمع اللي محيط بيا، اقدر اساعد اكتر. يعني فكره مثلا ان انت تشوف مثلا صلاح او ساديو ماني لما بنى قريه كامله وبنى مدارس وبنى مستشفيات، كميه الحب اللي هو اخده من الناس ده حرفيا برايسلس. فانت كفايه ده لما تبدا تفكر ان هو كل الناس اللي حواليك محدش فيهم محتاج اي حاجه، ودي صعبه تحصل، فدايما لازم تبقى يعني فدايما يكون انت عندك الحافز ان انت عايز تعمل اكتر، والحافز والمجهود هيكون اضعاف، لان انت ساعتها مش بتفكر في نفسك بس، انت بتفكر في الناس كلها اللي حواليك. جميل جميل جميل. الناس تطلع يعني دنس، حلقه دنس كده هيستفيدوا منها للسنه الجايه. انا نفسي الجايه الناس تجرب تعمل الكلام ده. يعني جرب انت في يوم على حسب الانكم بتاعك وعلى حسب اللي انت بتعمله تخصص يوم معين ايا كان الرقم اللي هيجي فيه تطلعه لله. صدقني هتلاقي ان هو الرقم ده كان كبير جدا، وصدقني احساس السعاده اللي هيجي لك لما انت تساعد ناس تانيين حرفيا محتاجين وبتساعدهم مساعده جامده، مش جو اللي هو حاجات بسيطه. كل واحد فينا بيساعد على قد ما قدرته. كميه الانبساط اللي انت هتشوف اليوم ده حرفيا، انا اليوم ده كنت يعني مبسوط من نفسي بطريقه مرعبه، شجعني ان انا احاول اعمل الكلام ده باستمرار على قد ما اقدر. فمنهم انا بشتغل اكتر، ومنهم انا بساعد ناس وببسط ناس اكتر، وانا في نفس الوقت زي ما انا بساعدك وانت بتكون مبسوط انا بكون محتاج الاحساس بتاع السعاده اللي هيجيلي لما انا اساعدك. صح، وربنا بيكرم اضعاف اضعاف بعد كده. فاتمنى الناس كلها اللي تتفرج علينا تجرب تعمل الكلام ده، وهيفرق معاهم جامد يعني ان شاء الله. جميل. طيب لو هنقول سؤال يكمل الحته دي،
يعني صفه انت بتشوفها ان دي لازم تبقى عند اي شخص عايز ينجح في الحياه او شخص ناجح، ايه الصفه اللي مشتركه من كل الناس الناجحه؟ لو هقول كلمه واحده، ديسيبلين. التزام. ان هو الشخص ده يكون يعني. فعلا ملتزم. لان هو مش كل الايام هيكون ليك مزاج تشتغل. لو انت فاكر ان هو هتعمل الحاجات اللي انت عايز تعملها وبتحبها، الحاجات اللي احنا بنحبها عمرها ما هتوصلنا لاي حاجه عموما في الحياه. فلازم ان انت يكون عندك الديسيبلين ان هو الحاجه دي لازم تتعمل، سواء ليك مزاج تعملها او ما تعملهاش، لان هو الحاجه دي عموما هتوصلك للشخص اللي انت عايز توصله في يوم من الايام. فلو نتكلم في صفه واحده، كلمه واحده، أيوه. ان انت تكون شخص عندك الديسيبلين وتكون ملتزم. جميل. ومن هنا برضو هتبدا تجين الكونفيدنس اللي انت محتاجها. يعني انا دايما اوقات كتير ساعات انا مثلا بكون عايز اكويت على حاجه معينه، انا بقول لنفسي انا لو انا استسلمت على الحاجه دي، انا ما بيني وما بين نفسي، انا مش فارق معايا الناس اللي حواليا. ودي حاجه مهمه، ان انت هتحس ان انت في ليفل مرعب لما انت تعمل الحاجات اللي انت عايز تعملها من غير ما تفكر في اراء الناس اللي حواليك. هتحس ان هو كده هم انزاح من على كتفك، انت مش فارق معاك، انت بتعمل الكلام ده ليك انت اول واحد. فلما انا مثلا بكون عامل حاجه لنفسي وحاطط تارجت عايز اوصل له، لما انا بفكر ان انا هستسلم ومش هوصل له، انا احس ان هو في حاجه ما بيني وما بين نفسي اتكسرت. بعكس لما انا اكمل وادوس على نفسي، ببدا ثقتي في نفسي عماله تزيد واحده واحده في كل بقى جانب من جوانب الحياه عموما، يعني فاهم. جميل. تمام. طيب ندخل على حته تاني كده مختلفه شويه. عايزين اكتر 3 اشخاص في حياتك يعني سيركل، مش ناس ما يعني على السوشيال ميديا، اثروا في حياتك. اثروا تاثير عامل ازاي يعني، فاهم؟ يعني ادوك دفعه، حفزوك، طلعوك خطوه لقدام، حتى لو بالكلام بس، مش شرط ان هم باي مساعده فيزيكال يعني. بس او انت بتعمل حاجه عشانهم او من اجلهم او بيسبورت باي حاجه. بص يعني هو انا مثلا مش شرط 3، لو في مثلا 2 1 برضو يعني مش شرط 3. ما هي الفكره كلها في يعني اجابه السؤال ده صعبه، لان هو انت عموما في بدايه صعب انك تلاقي حد بيشجعك. يعني هو دايما بيقول لك no one will support you until you win. يعني ده فعلا بجد، وده فعلا انا عشته. ومن اقرب الناس برضو، لان بيبقوا مش شايفين اللي انت شايفه. هي الفكره كلها هو مش شايف. انا يعني انا كل اصحابي هم قريبين مني جدا، محدش كان مقتنع باللي انا بعمله. اهلي محدش كان مقتنع باللي انا بعمله. الناس اللي في الجامعه محدش كان مقتنع باللي انا بعمله. ازاي انت هتسيب طب اسنان وتروح تعمل حاجه؟ ففي الاول بصراحه الكلام ده ما كانش موجود. ودي حاجه مهمه، ان انت فعلا لازم ما تستناش السبورت من الناس اللي حواليك، لازم انت تديه لنفسك. لان انت لو عايز تعمل اي حاجه عموما مختلفه ومجنونه، مش من المنطق او من الطبيعي ان هو تلاقي الناس اللي الماجوريتي كله بيؤمن في حاجه اصلا. ما ازاي انت مثلا عايز تكون من الواحد او 2-3% اللي هم ناجحين، وعايز الناس اللي هم 97% التانيين يأيدوك اذا كان هم اصلا عكس بعض، فاهم؟ ففي الاول بصراحه الكلام ده ما كانش موجود. هو بدأ يكون موجود وبدأ يزيد كل ما نجاحك عمال يزيد. صح. فده بصراحه يعني يعني في الاول انا كده اصحابي كلهم ما استغناش عنهم وقريبين مني جدا، بس في الاول السبورت ده ما كانش موجود. وانا بصراحه انا ممكن انا ككريم اكون غلطت الغلطه دي وانا مش واخد بالي، ان هو ممكن في واحد انا شايف الاتيتيود بتاعه ساعتها كان هو قال لي ان هو عايز يوصل لحاجه مرعبه، انا ككريم استهزأت بالحوار، حاسس مش شايف فيه اللي هو عايز يوصل. كان ساعتها مش شايف الفيجن اللي هو شايفها هو. الله ينور عليك. زي ايام زمان، انت لو كنت قعدت معايا من 5 سنين بالاتيتيود بتاعي بالحاجات اللي انا بعملها، انا ككريم بقول لك انا عمري ما كنت هكون في المرحله اللي انا فيها دي. فهمت. فدايما اتعلمت حاجه، ان انت ما تحكمش على الشخص اللي قدامك علشان انت مش عارف الشخص اللي قدامك ده ممكن يكون فين قدام. بس ده عادي، وما تستناش ان هو السبورت هيجي في الاول، لان هو عمره ما هيجي في الاول، فاهم؟ نفس الكلام ليك انت، هتلاقي ان هو الكلام ده حصل لك. مفيش مره انت فكرت تعمل حاجه مختلفه عن الناس التانيين وكله بيشجعك. كله يقول لك ليه؟ هو التشجيع هيجي في الرحله لما انت كل ما نجاحك يزيد كل ما هتلاقي الناس بتشجعك اكتر. مظبوط. دي الاجابه بصراحه يعني بمنتهى الصراحه. جميل. ماشي، سؤال مختلف شويه. كابتن كريم لو ساب الفيتنس بكره حالا، يعني بكره على طول، ايه الشغلانه اللي هو شايف نفسه اقرب حاجه انه يشتغلها بالسكيلز اللي معاه، او هو شايف نفسه فين؟ والله يعني هو السكيلز اللي هو اتطورت فيا انا ككريم بفكر ان هو ممكن اي بيزنس عموما
لو انا عرفت استعمل السكيلز اللي انا استعملتها في الفتنس عموما هعرف ان انا امشيه. لان هو يعني اهم حاجه يعني زي دايما في حاجات كومن موجوده في اي بيزنس سواء سوشيال ميديا ماركتنج سيلز، السكيلز دي لو انت عرفت تتعلمها عموما هتعرف تنجح اي حاجه تانية. بس كمشروع ايه بالظبط بصراحه عمر السؤال ده ما جه في دماغي. يعني مش شايف نفسك في حته. انا لو يعني انا مثلا لو انا بحب انا معماري مش بكرهه قوي، لو ما الفتنس ما كان بكره سبته هشتغل معماري انتيريور ديزاين الكلام ده. مش شايف نفسك في حته كده؟ يعني اصل هي فكره ان انا مثلا ممكن اغير الكارير بتاعتي بعد اللي انا وصلت له حرفيا ما جاتش في دماغي. لا تخيل معانا كده وانا مش قادر كريم. اتخيل ان هي ممكن تخيل. تحصل. هو انا ممكن يكون في كذا بزنس تاني بس الكارير بتاعي ده الكور، يعني ما اقدرش استغنى عنه. تمام. يعني نقول كابتن كريم في الفيتنس معانا في الفيتنس خلينا على في طول. معانا على اخر الدنيا في الفيتنس. تمام. طيب عايزين صفة او حاجه اكتسبتها من الرياضه عامه، عشان احنا في الاخر في الاول برضو احنا في الفيتنس، والفيتنس ليه يعني بيمباكت على الناس بكذا يعني عادات صحيه كتير او صفات بيكتسبها البني ادم منها بتفيده في حياته. ايه الصفه اللي انت شايف ان اكتر حاجه علمتها لك الفيتنس؟ والله يعني اكتر حاجه فرقت معايا في الفيتنس عموما ان هو خلاني ديسيبليند اكتر، ان انا بقيت ملتزم اكتر. ولما انا الحاجات دي كلها فرقت معايا في كل جوانب حياتي. فالجيم علمني ازاي عندي ديسيبلين اكتر، ازاي عندي كوميتمنت اكتر، ازاي علمني كل يوم بعمل حاجات انا مش بحبها في العادي ان انا اعملها علشان توصلني للهدف اللي انا عايز اوصل له. وعلمني برضو ازاي اضحي بحاجات انا بحبها جدا زي الاكل والكلام ده كله عشان برضو اوصل للهدف اللي انا عايز اوصل له. فالفتنس ده كان الكور اللي حرفيا غير لي في حياتي والمايند سيت بتاعتي. ولما انا بدات اطبق الحاجات اللي انا اتعلمتها عموما في الفتنس على اي جانب من جوانب حياتي بقيت ان انا برودكتيف اكتر، والانتاجيه بتاعتي اتحسنت في كل جوانب الحياه. انا عايز اضيف حاجه على الحته دي برضو. انا برضو من يعني اجابتي على السؤال ده لو حد ساله لي برضو حته ان احنا ما بنشوفش الريزلتس على طول، فبتعلمنا دايما ان احنا الريزلتس جايه بس مش دلوقتي، فبتخلي عندنا لونج فيجن كده ان احنا بنورك دلوقتي بنزرع دلوقتي وبنجيب 100% بس ما بنشوفش انستنت ريزلتس، بنشوفها دايما على ده الفرق بقى ما بين الانستنت جراتيفيكيشن والديليد اللي هو بيجي قدام. لازم تعرف ان هو اي حاجه عموما في الحياه عمرها ما تيجي في نفس الوقت. اي نجاح عموما كبير واي حاجه كبيره انت عايز تبنيها لازم تعرف ان هي هتيجي على مدار الوقت، مفيش حاجه بتحصل يوم وليله. فدي حاجه برضو الجيم علمها لنا ان احنا، والكلام ده احنا بنحاول برضو نقوله للناس على السوشيال ميديا، ان هو الريزلتس مش هتيجي في نفس اليوم. زي ما جسمك اخد وقت طويل علشان يبوظ محتاج برضو تديله وقت علشان يتصلح. فدي حاجه يعني في اي جانب من جوانب حياتك انت عايز تبنيها لازم تعرف ان هي هتيجي على مدار وقت. وبيعلمك برضو ان انت تصبر على النتائج بتاعتك وما تستعجلش، واي حاجه انت هتعملها بسرعه علشان توصل بسرعه هيكون فيها ريسك عالي. مظبوط. جميل. طيب كل واحد فينا كترينر او في مجال الفيتنس باي نوع، اثليت، ترينر، اي حاجه، بيبقى عنده هدف ورساله بيوصلها خلال الفيتنس، من خلال الفيتنس. فانت ايه رسالتك للناس في الحياه اللي انت بتقدمها من خلال الفيتنس؟ والله هو الرساله يعني ان انت بتساعد الناس ان هم يوصلوا لاحسن فيرجن هم ما كانوش شايفينه ولا كانوا متخيلين ان هو ممكن يوصلوا له في يوم من الايام. يعني عاده اي حد كان اوت اوف شيب ويبدا ياخد الموضوع ان هو يوصل لاحسن شيب ويبدا في الجيرني بتاعته، بعد ما يوصل الفيدباكس اللي بتجيلي ساعتها هي دي حرفيا برايسلس. يعني الاحساس اللي انت بتوصله، يعني انت حرفيا بتساعد واحد بس بطريقه مختلفه. مش لازم دايما المساعده كلها تكون ماديا، انت بتساعده نفسيا وبتوصله لفيرجن هو كان عمره ما كان متخيل ان هو ممكن يوصله من الايام في يوم من الايام. فدي من اكتر الحاجات اللي انا مركز عليها، ان انا عايز اساعد الناس ان هم يكتشفوا احسن نسخه ليهم. ولما يجي يوصل للكلام ده هيلاقي ان هو زي ما احنا قلنا ان هو هيطور عنده الديسيبلين والكوميتمنت وهيضحي بحاجات وهيعمل حاجات هو مش بيحبها، فهي هتفرق معاه في كل جوانب حياته عموما. يعني فاهم؟ مظبوط. طيب طبعا يعني كلنا عارفين ان كابتن كريم قدر من الشغل بتاعه ان هو يعمل فلوس كويسه، وانت بتطلع تقول الكلام ده عشان توري الناس ان اي حاجه تقدر تعملها وتوصلها في الحياه دي. فدي حاجه انت بتوصلها خلال من المحتوى بتاعك، ان انت بتوري الناس ان انا ربنا كرمني في حاجه فانا مش هخبي الحاجه دي، لا ربنا كرمني فيها وانتوا تقدروا تبقوا زيي بالظبط. فانت بالنسبه لك لو الفلوس، هنقول الكابتن كريم بالنسبه له ايه، فالفلوس بالنسبه لك ايه؟
ده سؤال قوي. دبابه ده ولازم افكر كويس قبل ما اقول. خد وقتك، معانا الوقت كله. بص، هي الفكره كلها ان احنا لازم كلنا نعترف على اهميه الفلوس في حياتنا. دي حاجه لازم نكونفيرم عليها، فاهم؟ لان هو دايما هتلاقي الناس كلها بتقول لك يا كريم يا مونتي الفلوس مش كل حاجه، بس الناس اللي بتقول لك النصيحه دي حرفيا هم مش معاهم فلوس. عمري في حياتي ما لقيت شخص ناجح قال لك ان هو الفلوس مش مهمه. يعني خلينا نتفق ان هو زي ما كنا بنقول في الاول، لو انت سعيد وانت ما معكش ولا جنيه فده تحفه. لو انا سعيد ومعايا فلوس ما ده احلى. صح. لو انا سعيد ومعايا فلوس ومعايا صحه ما ده احلى. لو انا سعيد ومعايا فلوس ومعايا صحه ومعايا فورمه حلوه ما ده حلو. لو انا الناس اللي حواليا مبسوطين فهي بتكون باكج، لكن هي دي حاجه مهمه جدا. وزي ما انا كنت بقول لك عموما لو هنتكلم من البيزنس، هو الفلوس ده رقم واحد. مقياس نجاح البيزنس. انت بتقيس نجاحك في الجيرني بتاعت الويت لوس بتاعتك، ان هو شكل جسمك بيتحسن وان هو ميزانك ممكن ينزل والكلام ده. انت بتقيس نجاحك في البيزنس الريفينيو بتاعك كام، الجروس بتاعك كام، والنت بروفيت بتاعك كام. فانا بقول لك ان هم حاجتين مربوطين ببعض. فكان توفيق ربنا ان انا الحمد لله بعمل فلوس من الباشن بتاعي ومن حاجه بحبها. بس انا بقول لك ان هو الكلام ده مش شرط يكون مع معظم الناس، وعشان كده دايما بقول ان انت مهم انك تعمل whatever it takes to turn your dreams into a reality ايا كان الكلام ده فين. لو انا ككريم ما نجحتش في الفتنس فانا كنت هتشقلب عشان عايزين نسرفايف وعايزين ننجح وعايزين نكبر. فكان من توفيق ربنا ان انا الحمد لله بقيت بعمل فلوس من الباشن بتاعي ومن الحاجه اللي انا بحبها. توفيق ربنا الاكتر ان انا بعمل الكلام ده عن طريق ان انا بقدم سيرفيس بتدي فاليو للمجتمع وبتساعد الناس ان هم يوصلوا لاحسن نسخه منهم وبتغير من شكل جسمهم والمايند سيت بتاعتهم. فالكلام ده كله توفيق ربنا ان انا بعمل فلوس من حاجه بتساعد الناس اللي حواليا، مش بعملها انا الوحيد اللي بكون مستفيد. وبرضه عايز اضيف على كلامك حاجه، جمله انت اكيد سمعتها كده برضه بيقولوها بره، بيقول لك لو الناس اللي شايفه ان الفلوس مش مصدر السعاده، طب ما انت الفقر ده تيكت للتعاسه، يعني انت بالظبط. تيكت التعاسه بتاعك. فما تخليش اي حد يبيع لك ان هو يعني انا بصراحه ككريم انا جربت اكون شخص ما معيش ولا جنيه وما كنتش حرفيا لا اكل، وجربت اكون الشخص التاني اللي هو الحمد لله ربنا كرمني. انا عمري ما فكرت في يوم من الايام ان انا ارجع للشخص ده. وانا حضرت كابتن كريم في الحالتين يعني هو 2018 وعديت بكل الفيزز يعني هو ودي خلي بالك برضو من حلاوه الموضوع. يعني لما انت تبدا من تحت خالص، عشان في ناس كتير فاكره ان هو ده الاحباط بتاعهم ان انا ببدا من تحت. صدقني لما تبدا من تحت وتبدا تنجح وتكبر، حلاوه الموضوع واحساس السعاده اللي يجيلك بعد ما توصل غير واحد اتولد وعنده كل حاجه. صح. هو مش حاسس بقيمه النعمه لان هو اتولد ان هو لقاها. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده وشايف نفسك ان انت بتبدا من مكان تحت جدا، صدقني دي هتكون احلى حاجه هتحصل لك في حياتك لما تنجح. احساس كل حاجه انت عموما هتحس بكميه سعاده مرعبه، وتبدا تفتكر الذكريات ايام حاجات كتير انت كنت عايز تعملها وما كنتش عارف تعملها ودلوقتي انت بتعملها بسهوله. صح. فالاحساس بيكون مختلف بعكس واحد. انا بصراحه لو ربنا كرمني واتولدت وكان كل حاجه مش هقول لا اكيد 100% كنت هكون مبسوط، بس انا بقول لك انا بصراحه مبسوط اكتر لما انا عملت الكلام ده بمجهودي وصلت له، وصلني لاحساس سعاده عمري ما كنت هحسه لو انا اتولدت والحاجه دي كلها كانت موجوده معايا من دي 1. مظبوط. كلام والله كلام بفلوس والله الكلام ده بفلوس. طيب لو هنقول اكتر فكره الناس واخداها عنك غلط من يوم ما بدات او من يوم ما اتعرفت، حاجه بقى انت بتشوفها في الكومنتات بتسمعها من الناس في الشارع، اكتر فكره غلط متاخده عن كابتن كريم عمرو؟ والله يعني هو فكره واحده مش موجوده بالظبط، على قد ما هو بيكون في عادي ناس بتحبك وناس كتير مش بتحبك، لكن فكره واحده متهيالي ان انا مش عارف لينك. لو انت في حاجه معينه في دماغك قول لي ممكن. لا انا قصدي يعني مثلا في ناس قعدت معانا قالت مثلا ان انا مثلا تنك، الناس بتشوفني تنك في الجيم بس انا في الحقيقه لما بيسلموا عليا يعرفوني يقولوا لي بس احسن. الكلام ده بيحصل لاي حد عموما انت بتتفرج عليه على السوشيال ميديا. وانا ككريم ايام زمان، ما انا بقول لك ان انت اول حاجه لازم تبدا ترمي ان انت اراء الناس كلها حرفيا مش فارقه معاك. هتلاقي نفسك ان انت انطلقت، لان اراء الناس اللي حواليك هتقدرك وهتأيدك وهتكلبشك كده في اي حاجه عموما انت عايز تعملها. أيوه. وانا كان ايام زمان بصراحه كان عندي الغلطه دي، كان ممكن اشوف حد وابدا ان انا احكم عليه
من غير ما اعرفه. صح. ولما بدات اتعامل معاه لقيت ان انا كل الكلام اللي انا كنت فاكره على الشخص ده غلط. فانا ككريم اتعلمت عموما ان انا ما احكمش على اي حد انا بتفرج عليه على السوشيال ميديا غير لما انا اتعامل معاه شخصيا، لان هو زي ما انت عملت الكلام ده في يوم من الايام الكلام ده حرفيا هيتعمل فيك. ومهما كان انت كنت موجود على السوشيال ميديا او لا، كلنا سمعنا قبل كده ان هو لا يا عم ده كلام وحش عليه، وتيجي تتعامل مع الشخص ده تلاقي ان هو تماما عكس اللي انت كنت بتفكر فيه. فخلينا زي ما احنا اتعلمنا ان احنا ما نحكمش على حد، نفس الكلام انا بقوله للناس، ما تحكمش على اي شخص غير لما تتعامل معاه. وانا متاكد ان هو الكلام ده حصل معاك انت شخصيا، ان هو في شخص قال لك يا ده انا كنت فاكر ان انت كذا وكذا وكذا وطلعت كذا وكذا وكذا. فزي ما احنا مش عايزين الناس تحكم علينا ولا احنا نحكم على حد، لازم الكلام ده يكون موجود فيك. صح. بصراحه ما يفرقش معايا، يعني انا الكلام ده السلبي والكلام ده مش بيفرق، يعني كانوا دخل من هنا وخرج من هنا مش شايف احسن حاجه. بالظبط. فمش بركز عموما يعني. أيوة. فاهم. طيب دلوقتي كابتن كريم كان بينزل ساعات ان هو بدا ينفست في حاجات بره مجال الفيتنس، يعني عنده اذر انفستمنتس كده بيحط فيها فلوسه علشان استثمار احسن، عشان الانكم بتاعه، عشان حاجه على اللونج ران. فهل كابتن كريم هيجي في وقت معين ويوقف الفيتنس ويوقف الكوتشنج ويكتفي بالانفستمنتس بتاعته التانية، ولا كابتن كريم هيفضل يمرن ويعمل الحاجه دي لحد طول ما هو عايش؟ موضوع ان انا اوقف دي حاجه شبه مستحيله. واول حاجه لازم تعرف ان انت عموما لما تيجي تنفست دايما بيكون في كور، ده المين ستريم اوف انكم، والحاجات التانية كلها بتكون قليله. فاهم. وانا عايز اقول لك انا كنت بسال السؤال ده لنفسي في يوم من الايام، اللي هو هل انا هفضل اشتغل كده لحد امتى؟ وهل لو انا معايا فلوس كفايه هل انا بطل شغل؟ وانا مش شخصيات اللي انا ما اعرفش اعمل حاجه زي دي. يعني شخصيتي عمري ما هعرف في يوم ابطل شغل. يعني انا شفت شخص ناجح جدا جدا جدا، وبعد ما عمل فلوس كتير جدا، فلوس تقريبا تكفيه مدى الحياه هو وعيلته واهله وعياله والكلام ده كله، وقف الكلام ده كله وراح قال ان انا هقعد على جزيره واعيش بقى الحياه. في ناس كتير نفسها في الحياه دي، انا ككريم ما اعرفش اعملها. الشخص ده لما جه يروح يعمل الكلام ده هو اكتئب في اول شهرين. اوكي. مفيش بيربس في الحياه، هتحس ان هو دايما في حاجه ناقصه. فانا ككريم انا شخصيتي ما اعرفش ابطل شغل. فكره ان هو الانفستمنتس اللي انت بتعملها التانية هتيجي تكبرك عن الشغل بتاعك، لا مستحيل. انا الانكم اللي انا بعمله الحمد لله من الفتنس محتاج استثمر كميه استثمارات مرعبه علشان حتى يجي 10% من ده. مين ستريم يعتبر. فدايما هيكون في اي حاجه مين ستريم اوف انكم. الناس كلها بتيجي بتدور انا عايز فلوس وعايز كاش فلو وعايز يجي لي كنت انا بقولها الانكم انا دايما عايز يجي لي باسيف انكم. كلمه باسيف انكم دي مرعبه، وانا لما جيت اطبقها على ارض الواقع عشان يجي لي باسيف انكم من ريل استيت لقيت ان انا محتاج اشتري كميه اسيتس بارقام مرعبه وعلى اللونج ران، والفلوس دي كلها هتيجي قدام. فلو انت بتفكر ان انت عايز حاجه هتعمل لك باسيف انكم هتريحك، لما تيجي تجرب الموضوع هتعرف قد ايه ان هو صعب. فعلا. الشغل عمره ما هيقف. فعلا اي انفستمنت غير شغلك اللي بيجيب لك انكم بصفه دوريه الباسيف بتاعه ما بيتشافش خالص دلوقتي. بالظبط. فانا شخصيتي مش هعرف اوقف شغل. جميل. يعني منورنا كده على السوشيال ميديا مدى الحياه باذن الله. معاكم. كلام جميل. طيب في شباب بتسمعنا، والشباب دي مش شرط متابعه الكابتن كريم عشان الفيتنس، بس ممكن تبقى متابعاه لغرض تاني ان هي تتحفز بحاجه، واكيد جالك كتير رسائل من دي فرقت معاهم في حاجه في شغلهم في كاريرهم. فانت تدي الشباب دي نصيحه ايه كده للي بيسمع كامله، يعني نصيحه يسمعوها غير الفيديوهات اللي انت مثلا متارجت في حاجه معينه، نصيحه ان جنرال لاي الشباب اللي بتسعى في حياتها وبتتابع كابتن كريم وعايز تستفيد منه. والله يعني لو هنتكلم نصيحه واحده ممكن تبان غريبه شويه، ان هو فعلا السكسس دي مايند سيت جيم. يعني المايند سيت بتاعتك لو اتغيرت كل حاجه فعلا حرفيا هتتغير. فاهم. يعني انا ككريم ايام زمان اللي انا كنت بعمله هو بس اللي فرق واللي خلاني اوصل المايند سيت بتاعتك، ان انت تبدا تفكر بطريقه مختلفه. وللاسف انت لما تيجي تقعد مع الناس اللي حواليك كله بيفكر في المايند سيت بتاعت الناس العاديين. ومن هنا كان قرار ان انا عموما يكون ليا منتور، ان انا عايز حد يكبر لي تفكيري. لما انت تقعد مع صحابك او شله معينه عموما وكلكم في نفس الليفل، بعكس لما تروح لواحد مليونير عايش الحياه اللي انت طول عمرك بتحلم انك عايز تعيشها،
وتقعد معاه. الكلام ده بيشجعك، تبدا تروح اماكن غاليه جدا، تبدا تروح تشوف حاجات غاليه جدا. الحاجات دي كلها عموما هتبدا تشجعك وتبدا تكبر فكرك، والمايند سيت بتاعتك تتغير. فانك عايز تنجح في اي مجال عموما في حياتك، الموضوع كله مايند سيت. فيجواليزيشن برضه بيقولوها، ان انت تبص على الحاجه اللي انت نفسك فيها وتتخيلها وتورك من اجلها. دي حاجه مهمه جدا وهتفرق معاك. يعني هو المايك اللي انا بتكلم فيه ده كان في واحد في يوم من الايام فكر فيه من قبل ما يفكر ان هو يبدا ياخد اي خطوه. فدي حاجه برضو الفيجن بتاعتك مهمه، بس هو الموضوع كله في المايند سيت بتاعتك. وصدقني المايند سيت بتاعتك عمرها ما هتتطور وانت قاعد مع الناس اللي حواليك. جميل. فساعتها لازم تتجه ان هو يكون في منتور، او تحاول تقعد مع اشخاص انجح منك مليون الف مره، ولما تيجي تجرب تعمل الكلام ده هتلاقي ان هو المايند سيت بتاعتك كل شويه عماله تتطور. فالنجاح هو مايند سيت. طبعا في ناس كتير هتقول لا، بس يعني مفيش حد نجح وقال لك غير صح. لما المايند سيت قد ايه هي كانت مهمه. صح. يعني لان انت لو هتفكر بنفس التفكير اللي معظم الناس بيفكروه، هتوصل لنفس الطريق اللي هم وصلوا له، اللي هو انت مش عايز توصل له اصلا. جميل. فلازم المايند سيت بتاعتك تكون مختلفه. اتفق بصراحه في البوينت دي قوي. طب عامه احنا يعني انت نفسك المايند سيت بتاعتك اتغيرت عن اول لما عرفتك. اكيد طبعا. دلوقتي واحد تاني صح. نفس الكلام انا عشان بضم لنفسي ناس ناجحه يعني هم دول اللي كل لما- بيخلوني تفرق معايا طبعا. طبعا جامد. طيب احنا خلصنا اسئله، وعايزين انت لو حابب تقول اي حاجه عايز تقولها توصلها للناس، يعني معاك معاك المايك. معاك يعني المايك اول أهو. حاجه انا فخور بيك جدا. يعني يا جماعه اللي ما يعرفش مونتي ده، انا اعرفه بقالنا حوالي كام سنه. 2018 في اول شهر في 2018. يعني احنا عرفنا بعض وانا كنت تحت جدا وهو تقريبا ما كانش موجود. انا بصراحه فخور بيه جدا، لان انت ربنا يخليك. كل حاجه فيك اتطورت والمايند سيت بتاعتك اتغيرت تماما، ودلوقتي بقيت شخص واحد تاني عكس اللي انا كنت اعرفه ايام زمان. وانا بحس الكلام ده عموما في كل مره انا بتعامل معاك فيها في كل حاجه. زي مونتي لما انا بدات معاه اول مره يعمل دايت، مش هو زي تاني مره، مش زي تالت مره، مش زي اخر تحضيره او بطوله احنا دخلناها. انا المره اللي فاتت لما ساعه كنت داخل بطوله WNBF، اي نعم ما عندناش مركز، بس انت كنت عامل مستوى مرعب فعلا. انت نفسك في التحضيره انا ككريم كنت مستغربك. مش هو ده مونتي اللي انا متعود عليه في كل حاجه. مفيش مره اشتكيت. اول مره كنت بتشتكي 24 ساعه. لا، فضايح دي. شخصيتك كلها اتطورت تماما. فدي حاجه انا مبسوط فيها منك بطريقه جامده، وانا متاكد ان انت قدام هتوصل لليفل انت عمرك ما كنت متخيل انك توصل له في يوم من الايام، لو انت ماشي بنفس السكيل وبنفس كل حاجه انت بتعملها دلوقتي. فانا اللي بشكرك يا عم مونتي انك جبتني في البودكاست بتاعتك، ان شاء الله هتكسر الدنيا. انا بقى عايز اضيف حاجه بقى على الاضافه دي. يا الناس اللي ما تعرفش ان انا اصلا يعني انا ما كنتش هدخل المجال ده لو ما كانش كابتن كريم حضرني لاول بطوله، لان فعلا انت اول واحد حطيتني على الطريق كده. مش بس يعني حطيتني وسبتني، لا انت كنت كل شويه الف كده واتوه شويه كيمو تروح راجعني تاني، يا كيمو يا مونتي ارجع تاني. فانت فعلا يعني اللي انا فيه دلوقتي او البودكاست اللي اتعمل ده، انت معتبر من اقوى الاسباب اللي خليت حاجه زي دي تحصل. ربنا يخليك. يعني انا مبسوط بحاجه زي دي والله حبيبي يا كيمو. وانا بحاول اعمل الكلام ده يعني مع كل الناس على قد ما اقدر. يعني دي حاجه برضو انا لما بشوف ان هي مثلا بتحصل وفرقت معاك، انا بحاول اعملها مع كل الناس، لان هو الاحساس اللي بيجي لك لما الفيدباك دي اتقالت لي دلوقتي تحفه. فان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا كده ونقدر نساعد على قد ما نقدر. يا رب. ده كلام انت تستاهله، وفعلا يعني كلام يعني انت فعلا عملت حاجات اكتر من الكلام ده يقدر يشرحها يعني. بجد يا كيمو مبسوط قوي ان انت كنت معانا النهارده. انا مبسوط ان انا كنت معاك والله. حبيبي يا كيمو. طيب احنا كده خلصنا، وان شاء الله الناس تنبسط من الحلقه ويعجبها الكلام، وكلام بفلوس بجد، الناس هتستفيد من اول حلقه لاخرها. وبس نشوفكم الحلقه الجايه يا شباب. السلام عليكم.